ب25 جنيه في الأيام العادية، 40 جنيه في الweekend. الزمالك وما أدراك ما جمال وحلاوة وعظمة الزمالك. إحنا موجودين فين دلوقتي؟ إحنا موجودين في ممشى أهل الزمالك، واحد من الأماكن اللي طبعًا يعني سمعنا أرقام فيها كبيرة شوية، يعني يقول لك الweekend ب70 وفي الأيام العادية ب50، لكن انسى الكلام ده كله. إحنا في 2026 أهو، وباقول لك إن التذكرة دلوقتي بكام؟ ب40 جنيه في الweekend والأعياد ب40 جنيه والأيام العادية ب25 جنيه. أنا عارف إن أنت ممكن ما تبقاش مصدق الكلام ده، ولكن أنا باقول لك إحنا الأرقام دي خلاص تم اعتمادها. وطبعًا الممشى المرحلة الأولى بقت شغالة دلوقتي من 2 كيلو، بطوله 2 كيلو، مليانة مقاعد مبهجة جدًا، مبهرة. إحساسه مختلف تمامًا، وفي 4 بوابات مفتوحة. لو أنت حبيت تيجي من ناحية الماريوت أو كده، هتلاقي محطة مترو صفاء حجازي الناحية دي، خلاص؟ محطة مترو صفاء حجازي تقريبًا يعني هتتمشى مثلًا حوالي 10 دقايق، 12 دقيقة هتبقى هنا. طيب لو أنت بقى جاي من عند محطة مترو الأوبرا من الناحية التانية بقى، خلاص؟ من ناحية إيه، هتلاقيها من ناحية شايفين كده سميرة ميس قدامكم، اللي هي اللي هناك دي البامب دي، هيبقى أنت جاي بقى أنت من هناك كده، هتلاقي البوابة هناك عند حديقة بي كايرو. فطبعًا أنا إيه، عايز برضه إن أنا أعيشك الأجواء اللي إحنا هنشوفها. فتعالوا كده إيه، ناخد كده الجولف كار ونفرج حضراتكم على الجمال والعظمة بتاعة المكان اللي أنا شخصيًا مستمتع جدًا جدًا فيه. وأول مرة بصراحة، أول زيارة ليّا، يعني أول زيارة للمكان المبهج ده هنا في بي كايرو، في ممشى أهل الزمالك. بصوا عامل إزاي يا جماعة، بصوا. طبعا يعني أنا إيه، يعني بصراحة المكان مبهج، المكان مليان حاجات مفاجآت كتيرة قوي. يعني برضو من ضمن المفاجآت اللي هي الجزيرة اللي في النص دي، حضراتكم أكيد شايفينها دلوقتي. بصوا عاملة إزاي. ده الممشى بقى ايه، هتنزل هنا الجزيره اللي في النص دي شكلها تحفه جدا جدا. مش اغلب الكافيهات اتفتحت، ولكن في 2 كافيه وفي اكتر من مطعم فاتح. فطبعا واحلى اطلاله بقى على نيل آه، القاهره بقى، خلاص نيل الزمالك يا باشا. يعني خروجه بصوا. وبعدين اغلب العمارات دي كلها سفارات وقصص. فانت طبعا مكان هايل جدا جدا ومكان ممتع. وطبعا يعني بصوا حضراتكم، حاجه ايه ده يا جدعان، مبنى وزاره الخارجيه قدامك، الاذاعه والتلفزيون برضو الناحيه التانيه. فانت معالم القاهره كلها قدامك حرفيا حرفيا. بصوا، تعالوا كده ايه نبص اهو. وطبعا اغلب المطاعم الكبيره اللي موجوده عندنا. بصوا والجزيره، لا والله سندر نشأت ماشيه، شفتوا بقى. طبعا يعني المكان بقول لحضراتكم، يعني المكان مبهج جدا جدا. فخلاص السعر اتغير، يعني يسيبكم بقى من ايام زمان. خلاص الناس هنا بتقول لكم تعالوا واتبسطوا، ويعتبر التذكره على قد الايد. الممشى اللي هو اللي قصاد اركيديا مول، الممشى اللي هو العادي، يعني ممشى اهل مصر، ده دخوله في الويك اند ب 30 جنيه والايام العاديه ب 20 جنيه. طب ده بقى ايه الاختلاف فيه؟ الاختلاف حاجات بسيطه خالص، ده 40 في الويك اند والاعياد ب 40 والايام العاديه ب 25. ف 5 جنيه ديت مش فرق خالص. فانت هتيجي يعني تعالى يوم كده وسط الاسبوع وانت هتلاقي نفسك انت ادمنت المكان، لان هو فعلا مبهج قوي. كفايه بص اللاند سكيب عامل ازاي، لاند سكيب على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال. لو انت بقى ايه جاي من صفاء حجازي، من على ايدك الشمال كله نيل 2 كيلو بقى. لو انت بتحب الرياضه والجري وكده هتيجي هتتبسط جدا جدا هنا. وبتحب بقى بص النيل عامل ازاي. برضه لو انت معاك سكوتر او سكيت مش عارف متاح ولا لا. بصوا حضراتكم خلاص، بصوا ده برضه هو من ضمن الشركات برضه اللي هنا. برضه في مراكب نيليه. الموضوع برضه مش بس كده، لا في برضه مراكب نيليه. مراكب نيليه النص ساعه ب 100 جنيه، برضه ده متاح هنا. وبالمناسبه ال 100 جنيه دي برضه بقى ممشى اهل مصر نفس الاسعار، يعني مفيش اي اختلاف خالص خالص خالص. فحبيت بس كده اقول لكم تعالوا ممشى الزمالك يا جماعه، الاسعار بقت على قد الايد. ودي طبعا من ضمن المطاعم اللي موجوده والكافيهات فموجود. وطبعا في حمامات اهي وشكلها نظيف، والله شكلها نظيف فعلا. خلاص، فحمامات رجال وحمامات سيدات فطبعا متاح. وبرده في باركنج بره. لكن برضو التفاصيل دي كلها لسه هنعرفها ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج كده رضا على تلفزيون اليوم السابع ان شاء الله. هنحاول ننسق لحاجه زي كده. سلام.